أن أرسل فينا رسولنا العظيم الكريم المبارك الذي امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول منكم يتلو عليكم آياته. وقال جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لينفق كل ذي سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سيجعل الله بعد عسره يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول: فبدأت بتلاوة سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله تعالى: ويوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك: حسبك. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله تبارك وتعالى عنه، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ضرورة أولا تحريم المخدرات. يقول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وفي أحاديث كثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حرم كثيره من الخمر حرم قليله. إن الله حرم الخمر كثيره وقليله، وقال: إن مقدار الفرق من الخمر ما أسكر مقدار الفرق من الخمر فمقدار الكف منه حرام عليها، والأحوط أن تصوم يوما آخر
وهو يصوم 60 يوما، يصوم 60 يوما، يعني قبل أن يجامع أهله، قبل أن يجامع أهله يصوم 60 يوما أو 60 يوما، لقول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه الطبراني وابن المبارك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا.